كيف ل17 عاما أن يحقق كل هذا؟ كيف لطفل لم ينبت شاربه أن يدمر أبطال إسبانيا وأوروبا والعالم بأسره؟ هذا ليس بشريا، إنه كائن كتالوني فضائي. مشادات واحتفالات على أنقاض إسبانيول، غل ومشاحنات لم تشاهدها كرة القدم من قبل. كيف لمن عمره يقدر بضعف عمر هذا الفتى أو أكثر أن يحملوا كل هذا الحقد والضغينة له؟ لامين يامال فتى أسطوري، سنشاهد ما فعله لاعب إسبانيول بلامين يامال، وما ردة فعل معلق بين سبورت، وما هي الألفاظ التي تلفظ بها ووجهها لمن يفعل فعلته، وما هي ردة فعل جماهير إسبانيول، وكيف سدد هذا الفتى الهدف وكيف صنع الهدف الثاني في وقت كان من المفترض أن تعزف فيه صفارة الحكم بانتهاء المباراة، وردة فعل ليونيل ميسي على الفوز باللقب، وكيف احتفل لاعب برشلونة بالفوز. كل هذا ستشاهدوه هنا، فلا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يا قلبي يا لامين يامال، هذا لو جبتوه المغرب يقعد عسل. لامين يامال الفتى الأسطوري، المعجزة الشابة، أسطورة كتالونية. كانت المباراة في بدايتها داعية للملل مع وجود استحواذ وضغط كبير على إسبانيول، ولكن كانت غبارا بلا نار، ولم يجدي نفعا حقيقيا، ولم يسجل أي هدف في الشوط الأول، إلى أن هذا الفتى لم يدم هذا الأمر طويلا، وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة قام بالتوغل إلى حدود عارين إسبانيا، وأمام أنظار لاعب إسبانيول ومن أمام يد الحارس سكن الكرة الشباك، رغم أنفهم آبية أن تستقر في يدي الحارس. أجل، هذا الفتى الصغير هو من فعل كلها، ولم يكتفي بذلك وحسب، إلى أنه قام بتمريرة في نهاية عمر المباراة إلى فيرمين لوبيز، أسكنها الشباك في مشهد لم تصدقه عيناي، وانتظرت لأرى هل سيحتفلون فعلا. هذه الكرة هدف حقا، حالة من العجب أدخلون فيها لاعبي برشلونة، حالة من الذهول، وقفت راكدا ساكنا لا أصدق ما تشاهده عيناي. هو أذاك هدف بالفعل، وكان يا عزيزي المشاهد هدفا بالفعل، هدف استقر في شباك إسبانيول، وانتهت المباراة بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني. وفاجأ أسطورة برشلونة ليونيل ميسي مشجعي برشلونة بتهنئة للبرشلونة النادي الأم والبيت الوالد. شارك هذه الصورة على حسابه على انستغرام وقال فيها تهانينا. وفي هذه الكرة عزيزي المشاهد حاول كابريرا لكما لامين يامال في جنبه، في المحاولة الأولى لم تنجح، إلى أنه أعاد الكرة حتى أصابت يداه، وأخذ بالإنكار أنه لم يفعل ذلك، وأخذ الجماهير بالاعتراض، وتحول حكم الساحة لمراجعة تقنية الفيديو وشاهد كل ما حدث، وانتهى الأمر بإعطاء كابريرا ما يستحقه، وأخذ الكرت الأحمر وطرد إلى خارج المباراة. يمكنكم مشاهدة كيف كان يتألم لامين يامال، وبالطبع جماهير إسبانيول لم يكن يعجبها الأمر، ويمكنكم مشاهدة كيف واجهوا احتفالات فيرمين لوبيز ولامين يامال بصافرات وعبارات الاستهجان والإشارات الغير مقبولة، وإلقاء زجاجات المياه. ويمكنكم مشاهدة كيف أتى حارس إسبانيول ليدفع فيرمين لوبيز بعيدا عن جماهيره ويمنعه من استفزازهم، وكيف أتى لاعب إسبانيول ولوحوا بأيديهم لفيرمين لوبيز للابتعاد عن هذه المنطقة. وانتهت المباراة بالاحتفال مع لاعبي برشلونة على أراضي إسبانيول، الشيء الذي لم يعجب إسبانيول إطلاقا، ولكن سأترك لكم مشاهد احتفالات لاعبي برشلونة، وفي الفيديو القادم سأريكم ردة فعل لاعب إسبانيول على احتفالات لاعبي برشلونة، وماذا حدث في داخل الاستاد وخارجه، وردة فعل فليك الغريبة مع لاعبيه. فتأكد من الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك الفيديو الجديد. إلى اللقاء عزيزي المشاهد.